اشتريت سلعة؟ قبل ما تمشي لازم تاخد فاتورة، لأن من غيرها ممكن تضيع حقك. تعال أقولك، لو التاجر رفض يديك فاتورة تعمل إيه؟ الفاتورة مش مجرد ورقة عادية عليها السعر، دي إثبات رسمي بتاريخ ومكان وسعر الشراء. يعني المنتج لو طلع فيه أي عيب أو ظهرت أي مشكلة، الفاتورة بتعتبر سلاحك الأول في أي شكوى أو دعوى قضائية. ولو التاجر رفض يديك فاتورة، ممكن بسهولة تقدم شكوى في جهاز حماية المستهلك. ووفقا لنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك، المخالفة دي ممكن توصل عقوبتها لغرامة 1,000,000 جنيه. ما تتنازلش عن حقك واطلب الفاتورة في كل مرة تشتري فيها. الفاتورة مش رفاهية، دي درعك القانوني. وكل مرة بتطلبها فيها انت بتساهم في مكافحة الغش التجاري وبتدعم الاقتصاد الرسمي. لو عجبك محتوانا واستفدت منه، ما تنساش تدعمنا بلايك وشارك الفيديو مع أصحابك عشان يعرفوا حقوقهم. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.